استقال؟ هل أقيل؟ هل الطريقة تاعو اللي ما كانت يعني طريقة العمل تاعو اللي ما كانتش تناسب؟ هل بسبب المنهجية تاعو؟ يعني أسئلة كثيرة ما زالها تطرح، والآن نظن باللي غير هو اللي يقدر يتكلم عليها. أما من الجانب الثاني اللي هو يعني الجانب الإيجابي، لأن كان في جانب إيجابي بمجيء هذا المدرب، هو أن المسيرة تاعو وراكم تكلمتوا عليها خاصة مع فريق منتخب تونس في كأس افريقيا يعني عام 2014 و2015، انا نظن كانت موفقة يعني والارقام راهي موجودة، يعني حين وصل المنتخب التونسي الى ربع نهائي، وكذلك كان اداء يعني نقدر نقول مقبول. فلذا انا نقول يعني في الخلاصه يعني باللي ممكن يعني المدرب هذا يعني راح ما تحكم عليه الا نتائج حسام. الان راح يجي خاصه يعني ان مباراه يعني نيجيريا ما نقدروش نقولوا باللي يعني راح يكون مسؤول يعني 100%، ولكن نقدر نقول يعني المسيره تاعو في كاس افريقيا هي اللي راح تتكلم عليه، وهي اللي تعطينا يعني الجواب الحقيقي لقدره هذا المدرب لقيد يعني منتخب الجزائر. مصطفى صراحه يعني في هل هذا المدرب او خيار هذا المدرب كان صائبا صراحه؟ والله يعني قلت لك انا والله بالنسبه لي يعني نقولها يعني يعني محايد، لا ما راني مع الفيدراليه ولا مع المدرب ولا مع المنتقدين. انا نقول يعني مدرب عندما انت تكون عندك تجربه معاه 6 شهور ثم يعني يقيل او يستقال، حتى الان مازال ما نعرفوش يعني بالحقيقه، لان دائما غموض فيما يخص يعني العمليات هذه تاع اقاله المدربين. انا نقول يعني فيه تساؤلات، يعني كيفاه يعني في لما كان هنا 6 شهور يعني ما قنعش المسؤولين، والان يعني عاودنا جبناه وراح يعني باي يعني عنده هذا يعني هل عنده باقات ماجيك يعني عصا سحريه. الان علاش قلت لك مقبله يعني النتائج تاعو المستقبليه هي اللي راح يعني تقول لنا انها ان كان هذا الخيار في صواب او مخطئ. طبعا تحدثت في البداية وقلت بأن هذا المدرب أو هذا الخيار لم يكن متوقعا من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. برأيك لماذا رئيس الفاف أو هذه الخرجات لرئيس الفاف الغير متوقعة كما حدث مع أو في مرحلة ما بعد إقالة غوركوف؟ لا أحد كان يعني يتوقع التعاقد مع ميلوفان رايفاتس، وهي نفس أو هو نفس السيناريو الذي أعيد بعد إقالة رايفاتس نفسه. يا حسام هذه يعني الكل رانا نعرفوها، حتى انتم الصحفيين كلكم يعني تعرفوا طريقه عمل يعني وطريقه اختيار تاع مدرب من طرف رئيس الفيدراليه. هو دائما اني قلت لك الادله راهي موجوده. هاك شفت رايفات يعني واحد ما كان يستنى فيه حتى اللي من قبله غوركوف، الان مع يعني ليكانس نظن هو عنده هذه نقدر نسميها انا مراوغه نقولها بكل روح. طيب مصطفى تحدث بالمناسبه تحدثت عن الصحفيين، يلتحق بنا على المباشر اعلامي بجريده الخبر رفيق وحيد ربما ليجيبك او يجيبك على هذا السؤال نفسه. رفيق وحيد اهلا وسهلا. مصطفى كويسي اعتبر بان التعاقد مع المدرب البلجيكي جورج ليكانز لم يكن متوقع بتاتا ويعتبرها خرجة غريبة وسيناريو معروف على حد قوله لرئيس الفاف. هي خرجة غريبة فعلا، لأن اسم جورج ليكانز منذ أسبوعين لم يكن أصلا مطروحا في تسريبات، أنا أسميها تسريبات رئيس الاتحادية عن طريق وليد صالح عن طريق قنواته. كان يتفاوض مع ويلموت، رودي غارسيا رفض العرض الجزائري، تحدثنا عن بول لوغوان، على تونسي، على عالم تيرا، على أسماء كثيرة، لكن ليكانز لم نتحدث عنه، رغم ان ليكانز ربما كان اعطى اشاره قويه على انه يريد تدريب المنتخب الجزائري. تتذكرون ان المدربين البلجيكيين ايغو بروز روبر واسان حرضا ويلموت على عدم قبول العرض الجزائري، الا ليكانز لم يتحدث كثيرا. اليوم انا مقتنع بان رئيس الاتحاديه لم يجد اي خيار ووجد جورج ليكانز كحل استثنائي من اجل تقديره لوسائل الاعلام والراي العام الجزائري على انه اسما كبيرا يمكن التواصل باللغه الفرنسيه. لكن
يجب على رئيس الاتحاد ان يبرر لماذا اذا كان لكاس هذا اسم كبير لماذا لم يتم التعاقد معه منذ البدايه؟ لماذا تركه في اخر محطه حتى استفاد كل ربما قنواته؟ على لكاس اليوم ان يخبر لماذا ترك المنتخب الجزائري سنه 2003 في منتصف التاريخ بعد 6 أشهر فقط قبل كان 2004 في تونس. يعني رهن حظوظ المنتخب الجزائري لاسباب حين رحل قال ان اسباب عائليه ولم ربما يتقبلها الراي العام الجزائري. لماذا لكاس في هذا الضرب بالذات؟ صحيح ان لكاس قاد منتخب تونس في كان 2015 ربما كان قادرا الذهاب بعيدا لولا اخطاء تحكيميه في ربع النهائي امام منتخب البلد المنظم غينيا الاستوائيه، لكن يجب أن يخبرنا رئيس الاتحادية لماذا لكاس بالتحديد؟ ما الذي جعله يختار هذا المدرب؟ ما هي المواصفات التي كان يبحث عنها؟ ولماذا ربما كانت هذه الضبابية حتى بعد مرور 15 يوما يصدم الجزائريين بين قوسين يصدم؟ أنا لن أتحدث عن المدرب من جانب الثاني، لكن في الخيار في حد ذاته لماذا لكاس في آخر محطة يفرض علينا على الكرة الجزائرية في هذا الوقت بالذات؟ إذا رفيق، هل ربما بين قوسين نتشائم ونعتبر بأن هذا المدرب بين قوسين كاستينغ خاطئ بالنسبة لرئيس الفاف مرة أخرى؟ ليس بهذا الدرجة، لا، لأن يعني اللي كانت يعني العام الماضي كان على رأس منتخب تونس، يعني احنا نلعب امام منتخب تونس يعني اشرف على منتخب افريقي ربما عنده تجربه في القاره السمراء، تجربه قريبه وليست بعيده، عنده خبره، لكن الخيار في حد ذاته هو محل جدل. لا اقول انه كاستينغ خاطئ، يتواصل باللغه الفرنسيه، عنده اسم مقارنه بميلوفان رايفاس الذي كان قد قاد منتخب غانا قبل 6 سنوات، مرحله بعيده جدا. لكن ما دام ان لكاس سبق له عمل مع الجزائر في 6 أشهر وغادرها وترك ربما انطباعا سيئا جدا، كان يصدر برئيس اتحاديه بعد مرور نحو 13 سنه كامله عدم العوده والاتفاق مع مدرب ترك المنتخب الجزائري بدون سبب في منتصف الطريق. كيف ترى شخصيه هذا المدرب؟ ويقال بانه شخصيه المدربين تلعب يعني دور مهم لدى رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم في اختيار المدربين. حتى أكون صريح معك، لا يمكن الحكم على شخصية هذا المدرب. يعني في الفترة التي كان قضاها في الجزائر لم نتعامل معه كثيرا، قضى 6 أشهر ورحل. لا أعتقد أنه كان عنده مشاكل في منتخب تونس، أعتقد أن حتى المنتخب التونسي أو الاتحاد التونسي كان يقدر أن نتائج اللي كانت في كان 2015 كانت مقبولة، ولولا ربما التحكيم المتحيز لمنتخب البلد المنظم غينيا الاستوائية لكان منتخب تونس قد ذهب إلى أبعد من ربع نهائي المنافسة القارية. يمكن أن يكون في الظرف الحالي حسب قناعة رئيس الاتحادية هو الحل المناسب، حل ظرفي، حل استثنائي، لأن رئيس الاتحاد يراهن كثيرا على الجانب المعنوي، التواصل يعني التواصل بين المدرب واللاعبين قبل موعد مباراة نيجيريا. ربما لا يهمه كثيرا السيرة الذاتية للمدرب في الوقت الحالي، لأنه أكثر ما يهمه هو أن يضمن أن اللاعبين يركزون على مباراة نيجيريا بعيدا عن خلافات أخرى محتملة مع المدرب. رفيق وحيد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. يلتحق بنا مباشرة وعبر الهاتف أيضا خالد بدرة اللاعب الدولي التونسي السابق. أهلا وسهلا بك خالد بدرة. إذا جورج ليكانز مدربا جديدا للمنتخب الجزائري لكرة القدم، هذا المدرب وبحكم معرفتك لهذا المدرب الذي سبق وأن أشرف على المنتخب التونسي، كيف ترى مستقبل المنتخب الجزائري مع هذا المدرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اخواني ومرحبا بالاشقاء اخواننا الجزائريين. لما يخص المدرب ليكانز، انا اللي اشرف على منتخب تونس في الفترة الأخيرة، مدرب بالنسبة لي أنا اللي نشوفه مدرب حماسي، مدرب قاعد قدم إضافة لمنتخب تونس. أما الأمور التكتيكية ما كانتش معناتها بالشكل الكبير معناتها اللي تتأقلم مع المنتخب التونسي. حسب ما نشوف المدرب هذا مش عطاء الاضافه صح، اما اللاعبين نتاع منتخب تونس معناتها ما مشاوش معاه كما يلزم.
فهمت؟ انا اللي نشوفه مع اتجاه المنتخب الجزائري، انا حبيت نشوف المنتخب الجزائري خاطر قدم مستويات عالميه كبيره في تاهله في كاس العالم، قدم مستوى كبير في كاس العالم. انا نظريتي معناتها شفت اللي حبيت نشوف المنتخب الجزائري يشوف اقوى من اللي كان. على خاطر في الوقت الراهن المنتخب الجزائري قدم مستويات كبيره، المفروض معناتها يكون مدرب في قيمه المنتخب الجزائري. صح انا مش مدرب نكره، اما مدرب معناتها ممتاز، مش ممتاز، اما مش المنتخب الجزائري اكبر من المدرب اللي كان. نعم، من جانب يعني الكاريزما، نتحدث عن شخصيه هذا المدرب، وانت تعرف بانه الجانب الانضباطي في اي فريق او اي منتخب يلعب دور كبير جدا في نجاح هذا المنتخب. هل ترى بان هذا المدرب يملك كاريزما يعني بامكانه التحكم في المجموعه، يعني اشد التحكم؟ يعني هو كان في التحكم هنا يقدر يحكم، اما في الامور التكتيكيه معناتها صعب، معناتها ماهوش المدرب اللي ينتظره الشعب الجزائري والمنتخب الجزائري. انا اللي نشوف معناتها المنتخب الجزائري قاعد يقدم في عروض فنيه كبيره، وقاعد يكبر من سنه الى اخرى، ونعاود نرجع للوراء. احنا قاعدين نشوفوا المنتخب الجزائري معناتها الحمد لله معناتها قدم مستويات كبيره ومستويات عالميه وبشهاده العالم كله، مش بشهاده خالد بدره باش يتكلم على المنتخب الجزائري. اما انا اللي نشوف معناتها نصيحتي معناتها كلاعب سابق وكفكره وخبره فنيه، معناتها اللي نشوف صح مدرب انا نحترمه ونقدره، اما مش باش يعطي الاضافه الكبيره للمنتخب الجزائري. على خاطر المنتخب الجزائري في الوقت الراهن عايز مدرب في كاريزما كبيره وفي قوه باش يعطي الدافع كبير للمنتخب الجزائري. نعم، خالد بدره، خلاصه القول انه المنتخب الوطني الجزائري اكبر من هذا المدرب صراحه. هذا هو صح، انا نتكلم راني صراحه اللي شفت المنتخب الجزائري والاداء نتاع المنتخب الجزائري طلع البالي كبيره، المنتخب الجزائري مش باش يرجع لورا. نعم، والاختيارات الاولى والاخيره دائما اللي قايمين على المنتخب الجزائري، مش انا مش نجي نقاوم اما انا كفكر كنظريتي للمنتخب الجزائري. نعم، خالد بدره اللاعب الدولي التونسي السابق، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة وعبر الهاتف. إذا أذكر فقط محمد قبل أن أختم، إذا المدرب جورج ليكانز سيكون ناخبا جديدا للمنتخب الوطني في الفترة القادمة، وهو الخبر الذي انفرد به تلفزيون النهار. إذا أشكركم جزيل الشكر زميلي محمد